السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابع الأوفياء المشاهد الأعزاء، حياكم الله. ولنبدأ قصتنا لهذا اليوم إن شاء الله بحوله وقوته، بالصلاة والسلام على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. قصتنا لهذا اليوم هي قصة الفارس المسلم الذي قاتل الأسد. فبينما جيش المسلمين وجيش الفرس يستعدان للمعركة، إذ يتفاجأ المسلمين بأن الفرس قد جلبوا معهم أسدا مدربا على القتال، وبدون سابق إنذار يركض الأسد نحو جيش المسلمين وهو يزأر ويكشر عن أنيابه. فخرج من جيش المسلمين رجل بقلب أسد، وهنا يركض الرجل المسلم الشجاع البطل نحو الأسد في مشهد رهيب لا يمكن تصوره. كيف لرجل أن يركض نحو أسد؟ وأعتقد أن هذه الأمور لم تحدث في التاريخ أبدا، أن رجلا يركض نحو أسد مفترس. الجيشان ينظران ويتعجبان، فكيف لرجل مهما بلغت قوته أن يواجه أسدا مفترسا؟ انطلق بطلنا كالريح نحو الأسد لا يهابه، وبصدره عزة وإيمان وشجاعة المسلم الذي لا يهاب شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. بل كان بطلنا يعتقد أن الأسد هو الذي يجب أن يهابه. ثم قفز بطلنا المسلم على الأسد كالليث على فريسته، وطعنه بخنجره عدة طعنات حتى قتله. فتملك الرعب من قلوب الفرس، كيف سيقاتلون رجالا لا تهاب الأسود؟ فدحرهم المسلمون عن بكرة أبيهم. ثم ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى بطلنا وقبل رأسه تكريما له، فانكب بطلنا بتواضع الفرسان على قدم سعد رضي الله عنه فقبلها وقال: ما لمثلك أن يقبل رأسي؟ أتدرون من هو هذا أبي وقاص الأسد؟ أتدرون من هو هذا البطل المسلم؟ إنه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قاتل الأسود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى هنا الإخوة الكرام تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وإلى قصة أخرى إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى